السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أي حاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، فضلا وليس أمرا. اللي لسه مشتركش في القناة ينزل يدوس على زر الاشتراك ويفعل كلمة الكل عشان يوصلوا كل جديد. وبالله عليكم وتخرجوا من الفيديو قبل ما تحطوا اللايك وتنزلوا تصلوا على النبي في الكومنتات. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا وتدعوا لي بالعوض الجميل، ربنا يرزقنا ويرزقكم خير الدنيا والآخرة. رؤية الفستان الأسود في المنام النهاردة هنقولها كما فسرها الإمام ابن سيرين. الفستان الأسود في المنام وخصوصا لو كان جميل بيرمز للحفلات والمناسبات والسهرات والحاجات السعيدة بأمر الله تعالى. وفي منام العزباء الفستان الأسود بيرمز الجميل الطويل، بيرمز لزواجها في القريب العاجل من رجل ميسور الحال ومتدين، والله تعالى أعلى وأعلم. كمان رؤية المرأة الحامل فستان الأسود في المنام، فده بيدل على زوال الهموم والغموم، وإن شاء الله هتعدي فترة الحمل بسلام وهتقوم بالسلامة بأمر الله تعالى. والفستان الأسود الطويل في منام المرأة المطلقة والأرملة بيدل على العفة وعلى الستر والطهارة والتزامها بدينها وأخلاقها، وكمان بيدل على إنها بتقرب من ربنا سبحانه وتعالى وبتسعى دايما إنها تكون من الصالحين، والله تعالى أعلى وأعلم. ورؤية الرجل المتزوج للفستان الأسود في المنام وكان جميل وطويل، فده بيدل على رزقه بزوجة صالحة بتكون عون وسند ليه على الجنة، وبتسعى دايما إنها تربي أبنائهم على الصلاح والفلاح وتقرب من الله سبحانه وتعالى. ورؤية الشاب الأعزب للفستان الأسود في المنام وكان طويل وجميل، فده بيدل على ارتباطه بفتاة متدينة، فتاة ملتزمة، فتاة طاهرة وعفيفة، وكمان بتحب الستر والالتزام بالدين والأخلاق، والله تعالى أعلى وأعلم. حابة أقول إن الفستان الأسود الممزق أو المقطع أو المتوسخ بيدل على هموم وأحزان لصاحب الرؤية أو صاحبة الرؤية. ربنا يا ربي يكفينا ويكفيكم شر الخلافات وشر المشاكل. وكمان حابة أقول إن كل الفستان الأسود الطويل الجميل اللي فيه زخارف وفيه فصوص وحاجات بيدل على رغد العيش وعلى السعادة وعلى رجل قيم في حياة المرأة، والله تعالى أعلى وأعلم. كمان رؤية الفستان الأسود وكان جميل جدا بيدل على سعادة